اهلا شباب، النهارده هلخص كرتون كريج من الجدول. فقبل ما نبدا ما تنساش اللايك والاشتراك ويلا نبدا. الكرتون بيتكون من 5 مواسم وبيحكي عن مغامرات كريج واصحابه في غابه صغيره جنب حيهم مليانه باسرار، وبيحاولوا يكتشفوا اماكن جديده ويخوضوا مغامرات فيها وبينتقلوا بين عوالم مليانه بالخيال. الكرتون فيه 3 شخصيات رئيسيه، كريج وكيلسي وجي بي. كل يوم بعد الظهر في الصيف الاطفال دول بيجتمعوا عند الجدول علشان يلعبوا ويستمتعوا بوقتهم، ومع الوقت بتشوف كريج واصحابه بيتعرضوا لتحديات جديده زي التعامل مع كازيفير اللي بيعتبر نفسه الملك للجدول وعاوز يسيطر على المنطقه كلها. وبيظهر كريج في اول حلقه وهو قاعد في البيت وبيحاول يرسم خريطه للجدول، ولكن اخواته بيحاولوا يرخموا عليه ويقطعوه لدرجه انه حس بالاحباط وقرر يروح للجدول. وهناك لقى كيلسي وكانت بتدرب الطائر بتاعها مورتيمر عن طريق استخدام جي بي كهدف. جي بي بيشاور على منطقه جديده في وسط غابه اللبلاب السام، وكريج بيقرر يروح هناك ويسيب بصمته الخاصه على الجدول. كريج وكيلسي وجي بي بداوا في تجهيز انفسهم وجمعوا الامدادات من كيت عند شجره التجاره واللي حذرتهم من مخاطر الغابه. واثناء مرورهم من خلال اشجار الكروم واجهوا تحديات كتير زي وقوع جي بي في خط صيد، وكمان جي بي بدا يحس بالمرض بسبب اللبلاب السام. في النهايه فقدوا مرهم الشفاء واضطروا يعتمدوا على العلامات علشان يكملوا طريقهم. وقابلوا ولد غامض وكان في نص الغابه وكان عنده مناعه ضد اللبلاب السام، وساعدهم في رحلتهم وحذرهم من البقاء في الغابه. وبيساعدهم الولد في الخروج من الغابه باستخدام الترامبولين بتاعته، وبيقدروا يشوفوا المدينه من فوق. وبيرجعوا للجدول وبننتقل للحلقه اللي بعدها وبنشوف كريج والباقي بيجروا شجره التجاره، وكريج بيلاقي زهر العسل وبيبدلوا مع كيت اللي ادت جي بي خاتم حظ. كيت شجعتهم يلاقوا مصدر زهر العسل ووعدتهم بمكافآت كبيره لو جابوا كميات اكبر. فركبوا عوامه وراحوا تحت الجسر ولقوا كميه كبيره من زهر العسل، ولكنهم بيتقابلوا مع شخصيه غامضه واللي بيهددهم. ولما رجعوا للجدول جي بي بدل زهر العسل بلعبتين ديناصور، بس بيكتشفوا انهم لازم يجيبوا كميه اكبر. وكيلسي كانت متردده بسبب الخطر، لكن كريج اقنعها وانضمت لهم كيت. حاول كريج يصور الرموز الغريبه تحت الجسر، بس الشخص الغامض ده بيهاجمه واللي بيسموه صاحب المعطف الاخضر، وبيجبرهم يسيبوا زهر العسل، وكمان حذرهم ان الجسر مش امن. فكريج فكر ان بعض الاماكن الاحسن تفضل غير مكتشفه. وفي اخر حلقه من الموسم الاول بنشوف والده كريج وبتكون واخداه هو وجيسيكا في رحله، ولكن كريج استمر في رسم خريطته. في الوقت نفسه جيسيكا هربت للغابه وكريج راح يدور عليها. وفي الغابه كريج بيقابل الاولاد اللي بيجمعوا زهر العسل، راج وشون، اللي بيقدموا نفسهم كاصدقاء وقالوا انهم ممكن يساعدوه. وفعلا بيلاقوا جيسيكا، لكن الاولاد دول كانوا مهتمين جدا بالخريطه بتاع كريج وعايزين ياخدوها للملك بتاعهم. ولما كريج رفض يدوهم الخريطه اتقسمت الخريطه وبداوا يطاردوه وهاجموا كريج وجيسيكا، ولكن صاحب المعطف الاخضر اللي قابلهم تحت الجسر انقذهم وحذرهم من عبور الجسر مره ثانيه. وبيحاول فرسان الازهار انهم يسرقوا الخريطه من كريج بامر من الملك بعد ما رسمها مره ثانيه، ولكنهم بيفشلوا بخدعه من كريج. وفي يوم كان كريج واصحابه بياكلوا ايس كريم وصاحب المعطف الاخضر بيجي لهم، وطبعا بيفتكر ان في خطر. فكريج بيقول له خد ايس كريم بس مفيش حاجه، لكن فجاه بيقبض عليهم فرسان الازهار علشان يوصل الملك للخريطه ويسيطر على الجهه الثانيه من الجدول. وبيحاول صاحب المعطف الاخضر ينقذهم ولكنه بيفشل، وبيقدروا يسرقوا الخريطه. وبيحذرهم صاحب المعطف الاخضر من الملك ومن خطته، فبيصنع كريج خطه محكمه وبيتنكروا بلبس كتيبه اللوتس وبيدخلوا على اساس انهم اصدقاء للملك، وبيرجعوا الخريطه من تاني رغم تصدي مايا ليهم واللي بتكون حارسه شخصيه للملك. وبيرجعوا للجدول وبيساعدهم صاحب المعطف الاخضر وبيرجعهم للمنزل. وفي يوم كريج واصدقائه اكتشفوا قلعه قديمه وكانوا عايزين يعرفوا تاريخها، ولقوا رساله قديمه مكتوبه بلغه مشفره. فكريج بيسال والده عن معناها وقال له والده ان الرساله دي مش قديمه ولكنها مشفره. وبيرجعوا للقلعه تاني وحاولوا يحلوا الرساله، وبعد شويه شغل اكتشفوا غرفه مليانه حلوى وبيلاقوا فيها خريطه الجدول القديمه، ولكن الغرفه بتنهار. وكريج انقذ صوره كان المؤسسين بيخافوا منها، ومع الوقت كريج واصدقائه بيقدروا يفكوا تشفير الرساله اللي كتبها الاطفال المؤسسين. والرساله كانت بتتكلم عن معركه اسمها القبض على العالم والجدول اتدمر بسببها. وكريج واصدقائه حاولوا يمنعوا الجدول من دخول حرب زي دي تاني، ولكن في النهايه ما قدروش يكتشفوا ازاي الحرب دي بدات. وفي نهايه الموسم الثاني كريج واصدقائه بيلاقوا صاحب المعطف الاخضر وكان تحت الجسر. فكريج بيحاول يتكلم معاه ولكنه كان بارد جدا، رده دايما بيكون قصير. وبالصدفه كريج رمى البومرنج بتاعه، وعلشان يسترجعوه كيلسي وجي بي وقفوا لحراسه الجسر. وكريج وصاحب المعطف الاخضر بداوا الرحله للبحث عن البومرنج، ولكنهم بيقابلوا مايا وبداوا يتقاتلوا مع بعض. وفي النهايه بيلاقوا البومرنج بتاعهم ومايا بتنسحب من القتال. وكريج بيعرف ان اسم صاحب المعطف الاخضر هو عمر، وبيحكي لكريج عن ماضيه. وبيكتشف كريج ان عمر ومايا اصدقاء وهم اللي ساعدوا كازيفير انه ينزل من فوق الشجره، واللي اكتشفوا انه غني وعينهم في القلعه بتاعته. وبتكون اخته عينته الملك لانها تروح المدرسه الثانويه. ولما قرر كازيفير يعين حد لحمايته عمل منافسه بين مايا وعمر بيفوز، ولكنه تخلى عن منصبه بسبب تصرفات كازيفير وهرب منهم قبل ما يقبضوا عليه بمساعده صاحب المعطف الاخضر القديم، واللي عينه انه يكون صاحب المعطف الاخضر الجديد ويستلم مسؤوليه حمايه الجسر. وفي الموسم السادس كانوا بيعملوا حفله عيد ميلاد لوالد كريج، ولكن بريسون ابن عم كريج وصل. وكريج كان زعلان لان هديته اقل من هديه بريسون، فبريسون جاب معاه خرطوم تبريد وراحوا للغابه علشان يلعبوا بيه واتبلوا. وبعدها شافوا الالعاب الناريه في الجهه الثانيه من الجدول وراحوا يتكلموا مع عمر، وعمر قال لهم على البطوله السنويه وبمناسبه عيد ميلاد الملك. فكريج قرر يشتري هديه رائعه لوالده من جوائز البطوله، وطلبوا مساعده فريق النحل ولبسوهم زي الدخول. وبدات اول لعبه وهي الضوء الاخضر والضوء الاحمر، وكريج قرر يشارك فيها، ولكن بيكون في شخص اسمه بلور اللي هو من رتبه الزهور الصيفيه بيخش وبيخوف الجميع. بس كريج فاز في المسابقه. وفي نهايه المسابقه كازيفير قبض على كريج واصدقائه، وكريج قرر يستعيد الخريطه واخد صوره للخريطه بموبايله، ولكن كازيفير كشف خطته فعاقبهم ونفاهم للمتاهه. وفي الاخر قدروا يخرجوا منها وبيرجعوا لحفله عيد الميلاد. وبعد كده بيجي فصل الشتاء والتلج بيغطي كل حته والاطفال مش بيروحوا الجدول. وكان كريج ماشي زعلان انه خلاص بقى لوحده، بس
بس فجأة بتظهر كيت وبتقوله ان في وحش في الغابة وانه لازم يكون حذر، ولكن الخريطة بتكون كلها تلج ومعرفش يفهمها. وفجأة بتطير الخريطة وبيخبط في شجرة وبيغمى عليه، ولما بيصحى بيلاقي نفسه في بيت مصنوع من الورق، وبيدخل عليه جي بي وبيلاقيه عنده دقن وبيقولوا انه عنده ابن وانه فات وقت طويل. وبعدين بيكتشفوا انه بيهزر معاه. بعد كده كريك وجي بي بيلاقوا سيف كيلسي مرمى على الارض وبيخافوا وبيكونوا فاكرين ان الوحش قضى عليها، ولكن كيلسي بتظهر كوحش وبتخوفهم. وبعدين بيعرفوا ان كيلسي متضايقه من كريك وعملت الحوار ده كله لانه ما ردش عليها بسبب انشغاله بلعبته. والملك كازيفير بيقرر غزو الجانب الاخر من الجدول من خلال قتال كرات التلج، وبيبدا يهجم على كريك واصحابه. وبيدخل عمر المعركه وبتنتهي بهزيمه كريك، لكن بعدين بتبدا المعركه بين كريك وكيلسي وبيستفيدوا من الوضع الحالي وبيهزموا كازيفير وجنوده. وفي اخر الحلقه مايا بتقول لكازيفير انها راحت للجانب المائي من الجدول، وبيبدا سباق الوجبات السريعه وكازيفير بينضم ليهم رغم تحذير كريك منه بانه بيكون عايز يتلاعب بيهم ويسيطر على الجدول. وبالفعل كازيفير بيفرض سيطرته وبيدمر منحدرات السرعه، وبيكتشفوا في النهايه انه شخصيه ومش بيواجه اي عواقب لتصرفاته. وبيقرر كريك انه يتحدى كازيفير في لعبه القبض على العلم للسيطره على الجدول، وفي النهايه بيفوز كريك وبتنتهي سيطره كازيفير على الجدول اخيرا. بعد كده بيكتشف كريك واصدقائه اماكن جديده على الجانب الاخر من الجدول وبيبداوا مغامره جديده. وفي يوم بيلاقوا 6 مكعبات، ولكنهم بيحتاجوا يعرفوا اكتر عن قلب الغابه من اخو كازيفير كينيس، وبيتعرضوا لهجوم من طائرات كازيفير. وبيكتشفوا في النهايه ان قلب الغابه بيجي من برنامج كينيس المفضل. بعد كده بنشوف كريك كان بيتفرج على البرنامج المفضل لكينيس عن قلب الغابه، والمكعب كان قرب يكتمل، لكن كريك لسه مش عارف مكان قلب الغابه، ولكنه كان متحمس جدا لمهرجان الصيف مع برنارد عشان ياكل ايس كريم. بس اكتشف ان مهرجان الصيف مش صيفي، وبرنارد قال له انه هيوديه في جوله في الجامعه. وكريك بيتضايق، بس الجوله طلعت مش سيئه لانه فجاه شاف كينيس وجري وراه علشان يكلموا عن قلب الغابه وبيسالوا عن القطع الناقصه. وبيعرف ان كينيس مانع قطع المكعب لاصدقائه وكل واحد في مكان مختلف في الغابه. كينيس قال لكريك انه لما لقى قلب الغابه بقى عنده اصحاب كتير، وده ادى كريك امل ان قلب الغابه حقيقي فعلا. وبعدها بنشوف عمر اللي كان متوتر جدا لانه هيقابل مايا، بس كريك حاول يطمنه ويقول له انه هيكونوا اصدقاء حتى لو كانوا اعداء قبل كده. ولما وصلت مايا عمر كان قلقان، لكنهم اتكلموا كتير وحكى لها عن مكعبات كينيس وطلب مساعدتها في انهم يلاقوا القطع، ولكنها رفضت بسبب انشغالها بالتدريب مع فريق البيسبول. في الوقت ده عمر بيرمي قطعه حلوى كانت في ايده وبتيجي على راس ولد غضبان، ومايا حاولت تحميه وده خلاها تطرد من المكان لانها اتصرفت بعنف. وفي اليوم اللي بعده كريك واصحابه اكتشفوا كهف مليان نجوم، لكن النجوم كانت مطفيه، ففهموا ان النجوم دي محتاجه ضوء واشتغلوا على جهاز عشان يشغلوها. وعمر كان زعلان لانه ما وصلتلوش رساله من مايا. بعد ما شغلوا الجهاز شافوا النجوم بتنور وبيظهر شخص بمعطف احمر وبيسرق المكعب وبيهرب. وكريك واصدقائه بيحاولوا يعرفوا مين هو، وبداوا يشكوا في وولف جانج اللي كان ممكن ينتقم علشان عمر لزق سكر على راسه، ولكنهم استبعدوه لانهم فكروا انه لو كان وولف جانج هو اللي عمل كده كان هينتقم من الكل. بعدها فكروا في بيج ريد لان كريك اتغلب عليه قبل كده في مسابقه السهام، ولكنهم استبعدوه برضه. وفكروا بعد كده في روجر لانه كان شخص غامض وغريب جدا، وكمان اليزا، واخيرا مايا. لكن عمر غضب جدا ورفض يشك في مايا وقال لهم انها اتغيرت، ولكنه بعد كده بدا يراقب مايا للعثور على ادله لانهم لقوا ان صاحب المعطف الاحمر بينط زيها بالظبط وهو بيسرق المكعب. وهم في طريقهم بيلاقوا مع مايا قطعه من المكعب، وعمر كان متعصب جدا منها، لكن مايا كانت مش عارفه ايه اللي بيحصل. ولكن صاحب المعطف الحقيقي ظهر وعمل لهم فخ وسرق المكعب، لكن كيلسي تدخلت واستعادت المكعب. ومايا زعلت انهم اتهموها رغم الصداقه اللي بينهم وقررت تمشي وتسيبهم. واكتشف كريك ان صاحب المعطف الاحمر هو كازيفير من خلال الطائرات بتاعته، وكشف وشه ولكنه هرب منهم. وبيظهر كازيفير في حاله مزريه بعد ما كان ملك الغابه بقى وحيد وكل الاطفال بتكسر تماثيله وبيرفضوا يلعبوا معاه، فطلب طائرات بدون طيار واتعلم القتال وفضل يتابعهم باستخدام طائراته. وبعد ما عرف كل حاجه عن قلب الغابه والمكعب سال اخوه كينيس عن مكان القلب، بس كينيس قال له انه مش عارف. وكازيفير قرر يدور عليه بنفسه، وبما انه اتاثر بصاحب المعطف الاخضر قرر يطلب واحد احمر علشان يبقى صاحب المعطف الاحمر، بس للاسف كان ضعيف شويه. وهنا طلب مساعده شهيان اخته الكبيره وبدات تعلمه ازاي يقاتل ويضرب. وكريك واصدقائه بيروحوا بيت كازيفير وبيسالوه عن عدد المكعبات اللي معاه، فبيطلع ان كريك معاه 15 مكعب وكازيفير معاه 10. وبيفضل اخر مكعب اللي بيكتشف انه مع مايا، وكازيفير بيعرف كده وبيسبقهم بسرعه، بس مايا بتقفل الباب في وشهم. وبعد شويه بيشرح لهم كريك ان كانوا فاكرين ان مايا هي صاحبه المعطف الاحمر عشان كده متضايقه منهم. فكازيفير بيضحك بكل ثقه وبيقول هي مستحيل هتبقى قويه زيي، فبتغضب مايا جدا وبتفتح الباب وبتقول لهم انها مش قادره تديهم المكعب لانها رمته في الجدول. وبيبداوا يدوروا على المكعب، بس الدنيا بتمطر وكله بيرجع البيت لحد ما المطر يقف. وكريك بيتفرج على كرتون هارو امير الغابه ومش بيحل واجباته المدرسيه، وبيروح ينام وبيحلم انه بيقرا النبوءه بتاع الساحره اللي بتقول انه مش هيبقى صاحب المجموعه بعد كام سنه. ولما بيصحى بيكمل بحثه وبيلاقي كيلسي، ولما كريك بيروح لاصحابه بيلاقي الكل متجاهله، وبيلاقي كازيفير وبيكون مرهق من البحث لوحده. وبيفاجئ وبيعرض عليهم انهم يتعاونوا سوا، وبيتعاونوا فعلا وبيلاقوا القطعه الاخيره اللي بتكون في الطياره. وفي النهايه كازيفير بيدي اخر قطعه لكريك، وكريك بيعرض عليه يروح السجل مع بعض. وفي الحلقه الاخيره بنعرف ليه كازيفير خانهم، وبيقولوا انه كان عايز يكون صديقهم بس هما ما كانوش واثقين فيه. وكريك حاول يقنعه ان اصدقائه الحقيقيين مش هيخونوه. وفي النهايه كازيفير بالغلط بيكسر جهاز التحكم بتاع الطائرات، والطائرات بتتحول ضدهم. وكينيس بيشوف اللي بيحصل وبيجي علشان يساعده، وفي نفس الوقت بيقدروا يدمروا الطيارات. وكيلسي وجي بي بيختفوا، لكن في اللحظه الاخيره برنارد وكينيس بيوصلوا وبيدمروا الوحوش. وفي النهايه كريك بيوصل لقلب الغابه وبيحزن على اختفاء اصحابه، وبيعرف انه لازم يضحي باغلى حاجه عنده واللي هي الخريطه علشان يرجع اصحابه. وبالفعل بقوه قلب الغابه كيلسي وجي بي بيرجعوا، ومايا وعمر كمان بيظهروا
بيسهروا وكازيفير بيعتذر ليهم، وفي الاخر كلهم بيحضنوا بعض وبيرجعوا اصدقاء من تاني. ولسه الموسم السادس بيتعرض واللي هنكمل فيه بقى القصه. ودي نهايه الفيديو. سلام.